استرليني، وادي ال10 يورو، وادي ال10 دينار كويتي، وادي ال10 درهم اماراتي، وادي ال10 دولار، وادي ال10 جنيه مصري، واخيرا ال10 ريال سعودي. والجايزه هنسيبها هنا للي هيكسب اهم 5000 دولار. خليهم على جنب كده. كله جاهز؟ انا دلوقتي في مرحله تقشف عشان تعمل دايت. ايوه عشان اخس. ده كده فطاري، معايا رغيف وطبق الفول الجميل اللذيذ. يا سلام يا سلام على ريحه الفول وطعم الفول. الله، هو الرضا اهم شيء، المهم ان انت راضي. انا راضي وحمدي في نفس الوقت. اقعد هنا. انا ماليش عين اقعد على الكنبه، هقعد على الارض طبعا. لا بس انا جايبه فوق. بص الزبده دي، زبده البندق دي خطيره مع هو المفروض اللي احنا شفناه ده كله اللي فات ده كان فيديو تحدي بين العملات. هو لازم الاول نفرق ما بين التحدي وما بين الاهانه. الفيديو دوت مفيش فيه اي تحدي نهائي. الفيديو دوت اهانه للمصريين مش للعمله، ده اهانه للمصريين. لو اخدت بالكم من بعض الكلمات اللي اتقالت، الكلمات كلها اهانه للمصريين. كلمه انا مكاني الارض او هقعد على الارض، كلمه انا مش محتاج معونه لحد، دي كله اهانه للمصريين. انتوا مصريين بتهينوا مصريين. انتوا اللي انتوا فيه ده كله اصلا من ايه؟ ما هو من الجنيه المصري اللي انت بتهينه او من ال10 جنيه انت بتهينها. هتقول انا بقبض بالدولار وكده، تمام انت بتقبض بالدولار، بس انا بدفع فلوس الباقة عندي بالجنيه المصري. بشتغل وبتعب عشان اقبض بالجنيه المصري اللي انت بتهينه، عشان اتفرج على التحدي او السخرية اللي انت بتعملها. المصريين فين عقلهم من اللي بيشوفوه ده؟ كنا الأول من فترة فاتت كنا شفنا هجوم علينا وإهانات للمصريين عن طريق الخليج، دلوقتي احنا بنشوف المصريين بيهونوا المصريين. انت بتهونوا على ايه أساس؟ ده مش تحدي. لازم نفرق ما بين التحدي وما بين السخرية. حمدي ووفاء دي المفروض صفحة كبيرة، المفروض تحت مسمى مصريين. خسارة فيهم كلمة مصريين لما اهين بلدي واهين الجنيه بتاعي عشان خاطر الترند او عشان خاطر محتاج ازود مشاهدات او علشان خاطر لغرض ما عندي يعني. دوت خسارة فيك كلمة مصري. انا معاك الجنيه قيمته قلت وكل حاجة، بس في فرق. هتقولي الناس كلها اتكلمت على وقوع الجنيه. انا دلوقتي في الدي اللي احنا بنعمله احنا مصريين ونتريق على الدولار او على الجنيه او على اللي حصل فيه ده كله، ده اسمها كوميديا سوداء، كوميديا سوداء. يعني احنا بنصبر نفسنا بالضحك ده، بس احنا اللي بنعاني. يعني احنا اللي بنعاني واحنا اللي بنسخر من اللي بيحصل ده. فدوت مش بسخر مني، لا، انا دلوقتي بعاني فبحول المعاناة بتاعتي لكوميديا عشان اقدر اكمل. لكن انت لما تكون عايش بالدولار وقاعد تصرف لي بالدولار وتيجي تتريق على الجنيه، يبقى انت كده بتسخر مني، مش بتسخر من الجنيه، بتسخر من مصر كلها. دي حاجات ما ينفعش نسكت عنها كلنا. انتوا المفروض صفحة كبيرة، المفروض حمدي الوفاء دمت يعني بلوجر، مش عارف بيقدموا ايه بصراحة يعني مش فاهم محتواهم ايه، بس ايا كان محتواهم ما تقربش ناحية اهانة المصريين. انا واحد شفت الفيديو استفزيت. هتقولي شفته ازاي واتفرجت عليهم؟ انا والله قاعد لقيت اختي بعتهولي، هي كمان متعصبة ومتضايقة زي حال ناس كتيرة جدا متعصبة ومتضايقة. لازم يا جماعة نفرق ما بين التحدي والسخرية. دي سخرية مش تحدي. لازم نفرق بين الكوميديا ونفرق ما بين السخرية. دي مش كوميديا، دي سخرية. ده احنا بنتريق على مصر، بنتريق على الشعب المصري. يعني احساس ايه واحد يبقى قاعد شغال طول اليوم وتعبان ومروح البيت يشوف ايه القرف ده، يشوف نفسه بيتهان وقاعد يقلل من قيمته، يقول لك انا هاخد الفول ويا دوب وعلى قد بطني وعلى قد فلوسه قصدي، وهي بتتكلم تقول له اصل انا جايبه لحمه وفراخ. ده سخريه كلها. احنا ازاي ساكتين على حاجه زي ديت؟ يعني انا بجد حرفيا كنت محضر كلام كتير جدا اقوله بس مش عارف اقول، اتعصبت اتضايقت. حاجه مستفزه جدا 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 لينا كلنا. قبل ما اتريق على الجنيه المصري يا استاذ حمدي يا استاذ وفاء يا بلوجر يا كبير منك ليه يعني، افتكر ان الجنيه المصري ده اللي عملك. انا بدفع النت وبدفع الحاجات دي كلها بالجنيه المصري. انت ما بتتفرجش عليك مثلا اليزابيث، انت بتتفرج عليك المصريين كلهم. فالخير اللي انت فيه والنعيم اللي انت فيه والشهرة اللي انت فيها الجنيه المصري اللي عمله لك، المصريين اللي عملته لك. بتقبض بالدولار عشان خاطر احنا او عشان خاطر فئة من الشعب بتتفرج عليك، وبالذات فرحان بالدولار. قاعد فرحان بكده على اي اساس؟ فرحان باهانة شعبك على اي اساس؟ انت اصلك رحت ولا جيت مصري؟ لو في يوم الشعب ده حصل عنده وعي هيبطل يتفرج على العك اللي انت عندك ده، هيبطل يتفرج على المحتوى دون المحتوى اللي انتوا بتقدموه. قدموا محتوى، صبروا الناس على الظروف اللي بتعدي فيها. انت بتتفاخر باللي انت وصلت له، على عيني وعلى راسي، ربنا يبارك لك ويزيدك. كل واحد بياخد رزقه ونصيبه من الحياه، بس ما تصعبش الحياه على ناس تانيه. ما تحسسش الواحد باهانه، ما يبقاش الواحد طول الشهر او طول اليوم تعبان وفي الاخر تيجي انت تسخر من دخله بالمنظر اللي انت عملته ده بطبق فول.
المصريين مش طبق فول، المصريين اكبر من كده. تمام؟ ارجع عيش معانا، وارجع عيش المعاناه معانا وشاركنا المعاناه، وساعتها اتكلم على الجنيه المصري زي ما انت عايز تتكلم، لكن بتبقى بتعاني معانا. لكن ما نبقاش احنا بنعاني وانت بتجني ثمار المعاناه بتاعتنا، وبتستغل المعاناه بتاعتنا في ترند وفي مشاهدات وفي مشتركين. هي الناس عقلها راح فين؟ فوقه فوقه. دول الكلمتين قلتهم، ولسه عندي كتير هقوله، بس الجزء التاني لان حرفيا مستعجل وعندي شغل. راح اقبض بالجنيه المصري عشان ادفع النت، عشان في الاخر نتفرج على المحتوى دون المحتوى. السلام عليكم.